ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ شكرا جدا على دعمكم ليا وكل حد كتب لي كومنت. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. اهلا بيكم في قناتنا، بوجودكم بتكمل فرحتنا. قبل ما ابدأ الفيديو كده اشتركوا في القناة علشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم، وحطوا لي لايكات كتير، ويا ريت توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك. استغفروا الله. النهارده الجمعة، استغفروا ربنا كتير قوي يا بنات بنية زوال همومكم وفك كربكم، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول ما انت بتشتغلي في البيت كده استغفري ربنا. انا عارفة ان تقريبا دلوقتي مفيش بيت مقفول الا وفيه كرب وابتلاء، وربنا يفك كربنا جميعا يا رب. كل حد بيتفرج عليا وعنده ابتلاء ربنا يفك كربه ويأجره على صبره، اللهم امين. احمدوا ربنا على اللي احنا فيه، احنا احسن من غيرنا كتير والله. انا على فكرة بقول الكلام ده لنفسي معاكم، لان انا برضو بيجي عليا اوقات ببقى تعبانة ومزاجي وحش ونفسيتي مش مظبطة، بس بلاقي ربنا بيبعت لي كده قصص لما اسمعها اقول الحمد لله يا رب على اللي انا فيه. في قصة كده سمعتها من حد قريب ليا، يعني قصة حقيقية مع شخص ما. نزل الصبح عادي جدا راح شغله، وهو كان طبيعة شغله زي مندوب كده، كان مندوب مواد غذائية. بينزل الشغل من العربية وكده لقى قطة قاعدة على الشغل، يعني قاعدة على الحاجة اللي هو مفروض هينزلها، فطبيعي ان هو هيحاول يبعدها. انا هنا كده يا بنات قمت بخرت البيت وحضرت الفطار كده وقعدنا فطرنا، وكريم وسفيان راحوا يصلوا الجمعة. وانا بقى دخلت كده على المطبخ، كنت هعمل لهم لحمة وبامية. حطيت شوية زيت وحطيت اللحمة تتشوح كده ونزلت عليها بمية وحبهان ومستكة وورق لورا، وسبتها مع نفسها. وجبت حلة تانية اعمل فيها البامية، حطيت شوية زيت 3 فصوص توم او فصين تبع الكمية اللي هتعمليها. لما اصفرت كده نزلت عليها بالطماطم، لما الطماطم غلت نزلت عليها بالبامية وبس كده. المهم اكمل لكم القصة اللي انا كنت بقول لكم عليها. نطت القطة على دراعه وعضته وراح المستشفى، وعشان ياخد المصل اللي بياخدوه ده اخد كذا حقنة، يعني تقريبا اخد 20 حقنة. وبعد ما خلص الجرعات بتاعته بيبص لقى دراعه في حتة وارمة كده، فقال يروح يكشف. راح للدكتور، الدكتور طلب منه تحاليل واشاعات واتضح ان عنده، ربنا يعافيكم ويعافينا، ورم. والدكتور قاله ده غويط جدا يعني داخلي، وكويس ان انت اكتشفته لان تقريبا الحقنة اللي خدتها كانت سبب في ظهوره. واحمد ربنا ان حصل كده، لان عمرك ما كنت هتكتشف الموضوع لانه داخلي جدا وكان هينتشر في جسمك من غير ما تحس. فانتوا متخيلين حكمة ربنا انه خلى القطة تعض علشان رحمته بيه، وعمل عملية الحمد لله وربنا يتم شفاها على خير. فربنا بيبعت لنا الابتلاءات ومش علشان يعذبنا، لا ابدا، بيكون لحكمة لا يعلمها الا الله، وممكن مع الايام تثبت لك الحكمة دي. كل ابتلاء بيرفع درجتك عند ربنا. ربنا بيبعت لنا الابتلاءات علشان بيحبنا وبيميزنا بيها علشان يرفع درجاتنا عنده، فالحمد لله دائما وابدا. هنا بقى كان الاكل خلص وقعدنا نتغدى. انا حطيت اللحمه في الباميه بعد ما استوت علشان بنحبها كده، وعملت طشر الباميه عباره عن توم وسلق، حطيتهم لما السلق بقى بيخرفش كده ودقيته وحطيته على الباميه. عايزكم توصلوا الفيديو ده 2000 لايك. يلا نبدأ. انا عايزه بنان. فاضية يلا حطها جنبك شيليها بقى. حط كده كده. طلع لك ايه؟ طب حطه جنبك نص جنيه. طلع فيها حاجة مكعب لعبة. طلع لك سؤال. وهنا بقى كنت عامله لوردينا وسفيان تحدي، لان كانوا قاعدين متضايقين علشان السؤال يا ما سفيان، خرجناش. أكبر سورة في القرآن الكريم هي سورة إيه؟ فعملت لهم تحدي اكواب الحظ. وهنا كان طلع لسفيان سؤال. لا انا سورة كنت حاطه الفاتحة لهم أول اسئله سورة كده مفيده في تبقى القرآن منها الكريم، لعبه إنما أكبر تسليهم سورة وكمان السورة اللي اسئله بعدها. يستفادوا منها. سورة إيه؟ على اسم حيوان. شاطر يا سافيو، برافو. اديله هدية بقى كامل. خليك ايه؟ جنيه. اختار يلا سفيان وبعد شوية في الاختيار. سؤال تاني، انت بتنشن. سعدية رودينا، عضو من أعضاء الجسم أول حرف وتاني حرف اسم طائر، وأول حرف وآخر حرف
اسم مشروب. البط. شاطر يا سافيو. يلا ده دورك. شكلي يطلع. اوه هو هو 50 جنيه. شيل الكوباية دول. ده خوخ. ده خوخ. دورك يا دودو. سؤال. شيل الكوباية حطها جنبك يا دودو. أصغر سورة في القرآن الكريم. صورة اللي على فكرة رضينا بتحفظ قرآن الحمد لله، برافو يا بفضل الله دودو. بتحفظ كويس اقرأيها يا جدا دودو. وواصلة للصور الكبيرة، اقرأيها. بس هي اتوترت قدام الكاميرا علشان احنا فاجئناها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص ويومنا كمان خلص. حطوا لرضينا في ماشي يا اليمين، نيتك. شجعوهم وفرحوهم بيه وسلام.